كشف الممثل المصري محمد رجب حقيقة زواجه من الفنانة اللبنانية دانا حلبي بعد الأخبار اللي لحقتهم مؤخرا، وخلال حلوله ضيف على برنامج رامز إيلون مصر اللي بيقدمه الممثل المصري رامز جلال على قناة MBC. أكد محمد رجب إن زواجه من دانا حلبي استمر لمدة 1.5 سنة، وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدانا حلبي ومحمد رجب وهم حاضرين حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق، وظهروا مع بعض وهم ماسكين ايدين بعض، مما أثار التكهنات حول ارتباطهم، ولكن التزم الطرفين حينها الصمت. كمان تصريحات محمد رجب إنه هو زواجه بدانا حلبي استمر 1.5 سنة خلت الجمهور استشعر إن هم اتطلقوا. أما الحقيقة الكاملة كشفتها الفنانة اللبنانية دانا حلبي عن سبب إخفاء زواجها من الممثل المصري محمد رجب. أشارت خلال لقائها مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج أوضة ضلمة اللي بيتذاع على قناة هي، إلى أنها فضلت عدم الكشف عن زواجها، وقالت أصحابنا وأهالينا عارفين، بس ما حبتش إن حياتي الشخصية حد يتدخل فيها، وعشان هو محمد رجب النجم بخاف من الحسد والعين. وأضافت إنها قررت منذ فترة إنها تنقل إقامتها لمصر، وقالت أول حاجة أنا بحب مصر جدا، ومصر بلدي التانية وبلد جوزي محمد رجب. وبعد كده قالت بقالنا متجوزين 1.5 سنة وقبلها فترة تعارف وخطوبة. وكشفت عن كواليس تعارفهم قائلة تعرفنا على بعض في مسلسل الونش وابتدى الإعجاب. هو راجل ما شاء الله قمر ودمه خفيف وبيضحكني، وعلى طول بقوله انت راجل مميز وفي حتة لوحدك مش شبه اي حد، لا في شكله ولا ملامحه ولا طريقة هزاره. وقالت كمان ان محمد رجب على المستوى الشخصي حنين جدا وكلامه حلو وحلنجي وعمره ما زعلني بكلمة، وما يعرفش ينام لو مزعل اي حد في الدنيا. وأكدت خلال اللقاء ان هم لسه متزوجين، وقالت أنا متجوزة محمد رجب، أنا بصرح اهو يا جماعة إن أنا زوجة محمد رجب. تصريحات الفنانة دانا حلبي أثارت تضارب في تصريحات الفنان محمد رجب، لأنه لما رامز سأله بقالكوا استمرتوا مع بعض متجوزين قد إيه، قال اتجوزنا 1.5 سنة. أما هي فبتأكد إن هما لسه متجوزين، بمعنى إن تصريحات الفنان محمد رجب بتثير الشك إن هما خلاص زواجهم انتهى وانفصلوا. أما هي فبتأكد إن الجواز لسه مستمر لحد دلوقتي. وكمان مؤخرا هي بتشارك الفنان محمد رجب في بطولة مسلسل الحلنجي، ودي تاني مرة بيتشاركوا البطولة مع بعض بعد مسلسل الونش.